أخاطب إسرائيل والعالم. يقومون باجتماعات، وآخر اجتماع قاموا به اجتمعوا كل الغرب وقالوا أن حماس تنظيم إرهابي. والآن أخاطبهم: إسرائيل، ربما تكون أنت تنظيم، لأن الغرب مدين لك بالكثير، لكن تركيا ليست مدينة لك بشيء، وحماس ليست تنظيما إرهابيا، بل يقومون بالكفاح من أجل الدفاع عن شعبهم وأرضهم. هم مجموعة من المجاهدين ومنظمة تحررية. صراحة كلمة الإرهاب ما لازم تطبق فقط على التنظيمات، بل إنما على الدول أيضا. دولة مثل تركيا هي أكبر داعمة للإرهاب وممولة للإرهاب وصانعة الإرهاب، فهي تعتبر أيضا دولة إرهابية. تركيا اليوم تخرج على الإعلام وتقول أن حماس ليست إرهابية، إنما هي مقاومة شعبية تدافع عن شعب. وبنفس الوقت نفس الإرهابي أردوغان يتهم الكرد بأنهم إرهابيين ويصنف جميع الأحزاب الكردية على قوائم الإرهاب، علما بأن الكرد يدافعون عن حقهم التاريخي في الأرض وفي الجغرافيا المتواجدين فيها، والتي هي تركيا تعتبر محتلة في تلك الجغرافيا، وهي تحاول جاهدا طمس الهوية الكردية والتاريخ الكردي وإمحاء الشعب الكردي في تلك المناطق. وأريد من الجميع وضع قضية فلسطين في كفة وقضية كردستان في كفة وإيجاد الفرق بينهما، وستجدون بأن ما فعلته تركيا والدول العربية وإيران في الكرد أفظع من ما فعلته إسرائيل في فلسطين. على الأقل إسرائيل عندما تقذف أي بناء تتصل بصاحبها وتقول أخلوا لي هذا البناء، لكن تركيا لم تفعل هذا الأمر. تركيا قذفتها ودمرت البيوت فوق رؤوس أبنائها، وفعلت الكثير من الأمور وجرائم الحرب وإلى آخره، وهي الآن تخرج وتدافع عن حماس. لنتذكر سوية كيف تركيا خرجت وأدانت إسرائيل فيما افتعلته في البنية التحتية، وبأنها لا يجب أن تقطع المياه عن الشعب والكهرباء عن الشعب، وبأنها هذه تعتبر جرائم حرب في حق المدنيين. وبنفس الوقت تركيا التي أدانت إسرائيل بنفس الوقت افتعلت نفس جرائم الحرب في روجافا. تركيا التي تدين إسرائيل في أفعالها نفسها ترتكب نفس جرائم الحرب في الكرد بحق الشعب الكردي وتدمر البنية التحتية. من يتكلم على الإنسانية يجب أن يكون إنسانا أولا. تركيا التي كانت تخرج على الإعلام وتقول بأنها تدين إسرائيل فيما تفعله في البنية التحتية وبأنها لماذا تقطع الكهرباء والمياه وهذا عمل غير إنساني، كانت في نفس الدقيقة تخرج المسيرات تبعها وتقذف المناطق الكردية، وكانت تدمر مولدات الطاقة وتقطع المياه عن الشعب، وكانت تدمر جميع أجزاء الحياة في تلك المناطق، وكانت تحاول إرجاع تلك المناطق إلى العصر الحجري وتدمير كل البنية التحتية الموجودة في تلك المناطق. وبنفس الوقت كان الإعلام العربي سكم بكم عمي يدافع عن التركي ويسلط الضوء على أمور أخرى، ولا يريد أبدا إفشاء ما يفعله تركيا في حق المدنيين الكرد أو في الشعب الكردي، علما بأن لو كان الإعلام العربي يساهم في بث الحقيقة ونشر الحقيقة وتسليط الضوء على موضوع الكرد وما يحصل للكرد في الشرق الأوسط لكان الوضع الكردي اختلف كثيرا، لكنهم لا يريدون هذا، بل إنهم يشاركون في جرائم أردوغان وجرائم الحكومة السورية وجرائم الحكومة العراقية وجرائم إيران في حق الشعب الكردي، ويريدون إمحاء الشعب الكردي، وجميعهم يساهمون يدا واحدة في محو الشعب الكردي. لماذا تطلبون من الشعب الكردي أن يتضامن مع إرهابكم ومع أجنداتكم القذرة رغم أنكم تحاولون إبادتنا في شتى الوسائل؟ وكما قال أردوغان بالحرف الواحد أن منظمة حماس هي منظمة جهادية تدافع عن الشعب الفلسطيني، وهذا الكلام غير صحيح، لأن جميع المنظمات الجهادية تكون منظمات إرهابية كما هي داعش التي صنعتها تركيا. وبنفس الوقت الإخوان المسلمين أيضا منظمات جهادية وهي أيضا منظمات إرهابية، وجميعنا نعرف وكما نعلم جميعنا بأن داعم تنظيم الإخوان الجهادي هو تركيا، أمير المؤمنين أردوغان الإرهابي، وبنفس الوقت هو أيضا داعم لداعش،
وكان هو من يمولها، وهي أيضا كانت منظمة جهادية كما قال أردوغان. إن حزب الله وأخوان المسلمين الموجودين في مصر أيضا لهم قسم داخل تركيا بالطبع، لأن أمير المؤمنين وداعمهم ماديا ومعنويا وكل ما يحتاجونه هو أمير المؤمنين أردوغان نفسه، فلهيك لازم يكون لهم قسم في تركيا. لكن القسم التركي يسمون أنفسهم حزب الله جية، وهم نفسهم بفكر داعش وإرهاب داعش، ونفسهم تنظيم قاعدة، وعندهم فكر تطرفي جهادي كما قال أردوغان سابقا، وهم أفكارهم تطرفية تماما، وهم نفسهم كانوا يساهمون في دعم داعش داخل سوريا ماديا ومعنويا وجسديا أيضا. وكل هذا تقدروا تتأكدوا منهم بأنفسكم إذا عملتوا بحث، وراح تشوفوا هذا الشيء بعيونكم. طبعا في فيديوهات سابقا انتشرت كمان إنه أردوغان أو حزب أردوغان كان متعاون جدا مع داعش على الحدود السورية ومع الحكومة التركية أيضا. فالحكومة التركية متورطة أيضا في تنظيماتها الإرهابية التي تمولها وتساهم في تدمير البنية التحتية لباقي الدول الأخرى التي تعاديها. طبعا نعود للفرق بين كردستان وفلسطين. الفرق بين كردستان وفلسطين أن فلسطين أكثر من 23 دولة عربية تقف في ظهرها ماديا ومعنويا وإعلاميا وجسديا، وكل ما تحتاجه فلسطين من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة. أما للكرد لا يوجد أحد، لا يوجد داعم، لا يوجد لا من يدعمهم ماديا ولا جسديا ولا أيا كان، ولا حتى بالكلمة الجميلة. وحتى بالإعلام يساهمون دائما في تضليل موضوع الشعب الكردي والهوية الكردية، ويحرفون في جميع الوسائل. للتذكير، إذا تحرر كردستان ستكون على يد شعبها لا أكثر، لأن لكردستان فقط أبنائها. إذا تم تحرير كردستان سيكون على يد أبنائها فقط، وسيتم طرد المحتل على يد أبنائها لا أكثر. طبعا في فلسطين دولة واحدة فقط اللي تحتل فلسطين، أما نحن في كردستان لدينا 4 دول تحتل كردستان، وهي سوريا، العراق، إيران وتركيا. 4 دول، نحن نقاتل 4 أقوى دول، ولهذا السبب قضيتنا أصعب بكثير من قضية فلسطين. وبتشكر جميع من تابعنا ووصل معنا للأخير. بتمنى تشتركوا بقناتنا كمان وتتابعونا لحتى يوصلكم كل جديد خاطركم. وبتمنى الجميع أيضا يعلق على موضوع اللي قاله أردوغان وتصريح أردوغان، ويعطينا رأيه هو أيضا. وشكرا.